السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معانا اكلة اتمنى انها تنول اعجاب حضراتكم، بسيطة سهلة وسريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. معايا هنا عرق لحمة، العرق ده 1.5 كيلو. تمام. معايا بصلتين كبار مع طماطمتين ضربتهم في الخلاط مع معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. هضيف عليهم معلقة من البصل البودر، معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة من بهارات اللحمة، معلقة من دبس الرمان. ولو متاح عندك صويا صوص ممكن تحطي معلقة صغيرة من الصويا صوص على التتبيلة. تمام. هنضيف كل الحاجات دي على بعضها، المكونات دي على بعضها، ونقلبها بالشكل ده كده ونسيبها على جنب شوية. وبعدين نيجي نقطع اللحمة انا هقطعها دواير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وبقدر الامكان تحاولي ان السمك يكون قد بعضه. تمام، عشان مفيش قطعة تستوي قبل التانية، يعني سمكها واحد، ويا ريت تكون حجم متوسط، يعني لا رفيعة ولا تخينة. تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هنحطها في الصينية ونحط عليها التتبيلة اللي احنا عملناها، ولو امكن ان انت تبيتيها ليلة يبقى ده افضل. تمام. هنقلبها كويس وعشان كلها تشرب من بعضها. ممكن نبيتها ليلة في التلاجة تبقى اطعم. بالشكل ده رصناها في الصينية بالشكل ده كده، ونسويها كويس وبعدين نرفعها على النار. تمام. هتنزل ميتها، وبعدين نكون غاليين ميه في الكتل، وبعدين نضيف عليها الميه بعد ما تغلي. مجرد انها تغلي نروح مغطينها بالفويل ودخلينها الفرن كده. احنا هنحط عليها الميه، نغطيها كويس بالميه بالشكل ده كده. نظبط الملح ونظبط لو محتاجه شويه فلفل اسمر، محتاجه شويه من بهارات ممكن نضيف. تغلي كويس قوي، الصينيه كلها تغلي، نروح مغطينها بالورق الفويل. طبعا احنا مسخنين الفرن كويس عشان ما تفقدش الغليان ودرجه الحراره بتاعتها. نقفل عليها كده كويس جدا من الاربع جوانب ونكبسها كويس. وبعد ساعه نبص عليها، لو هي احتاجت ميه ممكن نديها حبه ميه وحبه ميه. لو هي ما استوتش، لو هي استوت يعني ما تحاوليش انها تنشف قوي، خلي فيها شويه من الصوص. تمام كده. هنيجي نعمل الرز. انا هنا معايا معلقه من الكاري ومعلقه من الكركم، حبايه من اللومي وعودين من القرفه، وشويه من الزيت. هحطهم هحط شويه زيت في الحله واحط عليهم البهارات دي واقلبها فيها مع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. تمام. تاخد تشوح كده وتطلع ريحتها. انزل عليهم بالرز. انا هنا عامله رز مصري مش رز بسمتي، يعني انا مستخدمه طريقه الرز البسمتي بس عاملاه بالرز المصري. تمام. معايا هنا 3 كوبايات من الرز المصري. تقلبهم فيها، اقلبه تقليب كويس جدا لحد ما ميه الرز تنشف عشان ما تعجنش معايا بعد زياده. واظبط ملحه بالشكل ده كده، اقلب كويس لحد ما تنشف خالص. هظبط الملح وبعد كده ازيد. لكل كوبايه من الرز لها كوبايه من الميه. ده بالنسبه للرز المصري. تمام. بنضيف عليه شويه ميه صغيرين بعد الزياده. المهم ان انت تغطي الرز قد عقل الصباع زياده. تمام. نظبطه ونخليه يغلي، وبعد كده نرفعه على الشياطه ونهدي النار تحته لحد ما يستوي خالص. هو كده زودناه، وهنظبط الحدق بتاعه ونغطيه، وبعدين نرفعه على النار بعد ما يغلي ونحطه على الشياطة ونهدي عليه النار لحد ما يدخل في السوا خالص. هو كده. هو بعد ما استوى الرز مش معجن ولا حاجة، مفلفل حباية من حباية. ودي اللحمة بعد ما طلعت من الفرن ممكن تحطها تحت الشواية شوية. انا بحب يبقى فيها صوص بزيادة شوية عشان احنا بنلخبطه شوية على الرز او المكرونة او اللي انت هتعمليه جنب اللحمة. تمام. مع شوية سلطة خضراء، مع لو عندك شوية بامية، عندك شوية ملوخية. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. اتمنى لو الفيديو عجبكم انتم متنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا رب تكون فيديوهات اللي انا بقدمها بتعجب حضراتكم. والى اللقاء في فيديو جديد.